السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلبنا بيترك قراءة أذكار الصباح والمساء بسبب كسلان منه أو بسبب بمعنى أصح إنها كتير، فبيكسل وهيقول لك هقرا كل ده. لا، أنا النهاردة بقول لك يكفيك قراءة آية الكرسي صباحا ومساء، فلا يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. وفي حديث قلت يا رسول الله أأقرأ قل هو الله أحد تكفيني؟ فقال تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات حين تصبح وحين تمسي فلا يقربك أذى، وإن زدت خيرا فهو خير لك. يبقى يكفيك عشان ما تصعبش الدنيا عليك في الصبح والمساء تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد 3 مرات، المعوذتين كل واحدة فيهم 3 مرات. ما تكسلش عن الأذكار لأنها الحافظ لك. كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن زدت فهو خير لك. أوصيكم وأوصي نفسي بأذكار الصباح والمساء.